لو عايز تعرف ازاي تحلل الشارت، وعايز ازاي تعرف ايه الابروتش اللي تاخده تجاه الماركت علشان تعمل تحليل فني مظبوط وتحليل فني تعتمد عليه بقية الاسبوع، يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده للاخر، لان الفيديو ده هيبقى فيه معلومات كتير جدا عن التحليل الفني متوقعه في خلال الاسبوع اللي يحصل، علشان لازم يبقى عندي الويكلي بايس او اتجاه الاسبوع ماشي ازاي. فانا هبتدي معاكم هنا من الويكلي او الشارت الاسبوعي. وزي ما انتم شايفين كده الشارت الاسبوعي ما فيهوش اي حاجه يعني ولا اي خطوط عشان نعمل كل حاجه مع بعض. تمام. فطبعا الشارت الاسبوعي لازم يبقى عينك على كام حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين احنا في الاسبوع ده النهارده يوم الثلاث خلاص بتاريخ 30 واحد، اخر تقريبا يومين في شهر واحد. فانا بتوقع على الاسبوع التريدنج، او انا ببص هنا في الشارت ده عايز اتوقع الشمعة دي بتاعت الويك بتاعت الاسبوع هتبقى اكسبانشن لفوق ولا اكسبانشن لتحت. ده اهم حاجة في التكنيكال اناليسيس بتاعك او في التحليل الفني. لازم تبقى عارف انت الشمعة بتاعت الاسبوع دي هيبقى اتجاهها عامل ازاي، او ايه الهاي probability او ايه الامكانية الاكتر انها تبقى طالعة ولا نازلة. هنعلم على الفير، هنروح على الفير فاليو بتاعت الاسبوع نعلم عليها. دي الفير فاليو بتاعت الاسبوع. ايه الفير فاليو جاب علشان اللي هيبقى سائل ده الجاب او جاب البرايس من النقطة اقل نقطة هنا للنقطة دي، لان هنا ممكن بنشوف ايه الليفلز اللي ممكن البرايس يحترمها. فهنطلع شوية بالشارت علشان ادي دي الفير فاليو جاب. نحط تكست هنا عشان الناس كلها تبقى شايفاها. اسمها فير فاليو جاب دي ديلي ويكلي سوري، دي الويكلي سوري، نحط كده تبقى ويكلي فير فاليو جاب، نحطها هنا كده. وعندك بقى في الاسبوع ده الهاي واللو. تمام. هنا ده يعتبر اوردر بلوك، نحط هنا برضو خط عشان نعرف الليفل ده. دي كي ليفلز كلها مهمة جدا عشان تبقى عارفها. ده ويكلي اوردر بلوك. ده ويكلي اوردر بلوك. ايه الاوردر بلوك؟ الاوردر بلوك زي ما قلت لكم قبل كده هي اخر شمعة بريش، وبيجي بعدها شمعة 2 أو 3 في حالة صعود. فاحنا ده كي ليفلز مهم جدا لازم تخلي بالك منه. عند عامة يا جماعة الكونسبت ده او التحليل ده، ده مثلا على اليو اس 30 او على الداو او اي ميني داو زي ما بيسموه. بس ده مش معناه ان هو شغال على اليو اس سات بس او على اليو اس ستوكس بس، ده شغال في الفوركس، شغال على الجولد، شغال على النفط. هو نفس التحليل على الشارت، هو التحليل واحد. فمش فارق معاك اي حاجة، مش فارق معاك اذا كان ده فوركس او مش فارق معاك اذا كان ده ستوكس او مش فارق معاك اذا كان ده عملات، لان في الاول وفي الاخر هو الابروتش او اللي احنا بنحلل الماركت او التحليل الفني بتاعنا بيعتمد منلي على الكونسبتس دي، على الفير فاليو جاب. حاجه زي الفير فاليو جاب ما بين هنا وهنا، دي جاب في السعر اهي. عندك هنا ليفل اوف اوردر بلوك، وخلي بالك انا قلت لكم قبل كده في حلقه قبل كده ان الاوردر بلوكس بيبقى فيها 3 ليفلز مهمين جدا. اول ليفل اللي هو الليفل ده اول الاوردر بلوك، وتاني ليفل مهم اخر الاوردر بلوك، ونص الاوردر بلوك. ونص نعرف نص الاوردر بلوك فين بالظبط، هيبقى هنا. ونحط برضو هنا ايه الليفل بتاعنا، نشيل دي كده. يبقى انت عندك كده الشورت بتاعك ابتدى يبقى ليه ملامح. ايه هي الملامح؟ نمرة واحد اللي انت عندك على الويكلي، احنا كل ده يا جماعة بنحلل على الويكلي، بنحلل على الشورت الاسبوعي، وده هاي تايم فريم ومهم جدا. فانت عندك دلوقتي كي ليفلز مهمة. نمرة واحد عندك الفير فاليو جاب دي. الفير فاليو جاب دي بتبقى طبعا اتراكتيف للبرايس ان هو ممكن ينزل لها تاني. وعندك هنا الاوردر بلوك على الويكلي، وقلنا الاوردر بلوك فيه 3 ليفلز مهمين جدا، اوله واخره المين 3 شولد بتاعه او هو نص الاوردر بلوك. فدي 3 ليفلز في السعر لازم تخليك بالك منها كويس جدا او في التحليل بتاعك. تاني حاجه طبعا هنقولها دلوقتي بعد كده ننزل على الديلي، ان هنا ده ايه؟ ده الباي سايد او ده الهاي اوف ذا لاست ويك. فده معناه ان احنا لسه الاتجاه بتاعنا صعود.
هيبقى الباي سايد ليكويديتي بتاعت لاست ويك، بتاع الاسبوع اللي فات. لازم هنحطها برضو كده عشان ايه كله يبقى شايفها. فده كده يا جماعه الباي سايد ليكويديتي بتاعت الاسبوع اللي فات، او الهاي ليفل بتاع الاسبوع اللي فات. مهم قوي جدا الليفل ده برضو في البرايس، علشان تعرف هو البرايس رايح فين. كي ليفل مهم جدا علشان تبقى عارف، البرايس بيتحرك ما بين ايه وايه، انهي ليفلز بالظبط. تمام. ما اعتقدش ان هنا في فير فاليو جاب، خلينا نبص عليها. يعني في فاليو جاب صغيره قوي، ما اعتقدش ان هو ممكن نبص عليها كده. دي فير فاليو جاب كده برضو صغيره قوي على الويكلي، ممكن يعني البرايس يحب ينزل لها. فدي كل، انا كده قدامك اهو حطيت كل حاجه على الشارت الويكلي علشان تبقى عارف. كل دي كي ليفلز مهمه جدا. الهاي بتاع الاسبوع اللي فات، الفير فاليو جاب من الاسبوعين اللي فاتوا، الاوردر بلوك، الليفلز بتوع الاوردر بلوك، وطبعا تحت الفير فاليو جاب دي على الويكلي. خلي بالكم يا جماعه برضه الاسبوع ده فيه احداث كتير قوي، لان في اف ام سي اللي هو اجتماع الفيدرالي هيبقى موجود يوم الاربع، وفي الان اف بي، خبر الان اف بي يوم الجمعه. فعشان كده الاسبوع ده هيبقى فيه فولاتيليتي كبيره وفي حركه كبيره جدا، فلازم تخلي بالك جدا وتحسب الريسك بتاعك كويس جدا قبل ما تخش اي تريدر. ونصيحه، في الاسابيع اللي بتبقى فيها اخبار زي الان اف بي واخبار يوم الجمعه، يستحسن انت يبقى اخر يوم تريدنج ليك يبقى يوم الاربع، يعني تتريد 2 3 4 بس. لان الخميس والجمعه بيبقى هاي فولاتيليتي جدا والماركت بيبقى غير متوقع. فمن الاحسن ان انت في الاسبوع الان اف بي خليك مركز بس في اول 3 ايام تريدنج، لان هم دول اللي هيبقى فيهم سيت ابس كويسه وممكن يبقى فيهم حركه كويسه في الماركت. دلوقتي بقى انا هنزل للشارت الديلي. اعمل كده 1 داي. طبعا انا حاطط ليفلز كتير قوي عشان ابين لكم بس ان كل ليفل من دول مهم جدا. هنا طبعا في كلام كتير جدا لازم ناخد بالنا منه. طبعا الكي ليفلز اللي على الويكلي دي مهمه جدا عشان تبقى عارف ان هنا مثلا البرايس زي ما انت شايف هنا البرايس نزل يغطي الفير فاليو جاب ما بين اليوم ده واليوم اللي قبليه. طبعا الاتجاه كده طبعا اتجاه صعود باين جدا، يعني اتجاه صعودي جدا، مفيش اي حاجه حصلت تخليك تفكر عكس كده. تاني حاجه، انت عندك الفير فاليو جاب اللي هنا دي مهمه جدا. ممكن البرايس يحب ينزل لها، لو كسر هنا يحب ينزل يريبرايس هنا او هيكمل صعود. بس انا شايف ان يوم الاثنين بما انه كان بيج رينج كده، فاعتقد ان التلات هيبقى بيكمل برضو باي سايد او هيكمل صعود. وعندنا الكي ليفلز دول مهمين جدا، هما الفير فاليو جاب على الويكلي، وده الاوردر بلوك. زي ما انتم شايفين الريسبكت اوف الاوردر بلوك على الويكلي. يعني علشان تشوف الدايز، بص ده بدايه الاوردر بلوك على الويكلي. شايف الويكلي اوردر بلوك اهو، طلع سند تاني او اريا اوف ريزيستنس زي ما انتم شايفين. اريا اوف ريزيستنس، شايف البادي، شايف جسم الشمعة واقف ازاي على الاوردر بلوك. حتى اليوم اللي قبليه لما نزل عمل وكاية بس بعد كده طلع. فده يبين لك قد ايه الاوردر بلوك كان فيري باورفول او كان قوي جدا. طبعا عندك ده هنا كده على الديلي، طبعا بقت دي فير فاليو جاب ما بين هنا وهنا، من الليفلز القوية جدا اللي يحب البرايس ينزل عندها. وده النص الفير فاليو جاب از فيري امبورتنت برضو. الكي ليفل اولموست مع الكي ليفلز بتاع الاوردر بلوك بتاع الويكلي. فاحنا هنا هنشوف 3 حاجات. طبعا دي هنسيبها دلوقتي لان دي طبعا بعيد عن الرينج اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. بس اللي شغالين فيه دلوقتي عندك نمرة 1 ان هو كسر الهاي بتاعت الاسبوع اللي وراه. فهنشوف اذا كان هيز ويلينج ان هو يكمل صعود او عنده استعداد ان هو يكمل صعود ولا هيتريس. بس بما ان النهارده التلات، فانا اتوقع ان النهارده لسه هيكمل صعود او ممكن يكونسوليديت شويه.
ولو حب ينزل هينزل في الكي ليفلز دول. عندك على الديلي فير فاليو جاب، وعندك على الديلي فير فاليو جاب دي سوري، عندك على الويكلي فير فاليو جاب دي، او هينزل على الديلي فير فاليو جاب اللي تحت يسند عليهم. بعد كده هنشوف اذا كان هيكسر ماركت ستراكشر كده يكمل بيرش، ولا هيكمل جاست ريتريسمنت على كي ليفلز دول ويكمل صعود. هنروح لل 1 اور تشارت، اوريكم برضو ال 1 اور تشارت اللي بيحصل فيه الليفلز اللي احنا شايفينها. طبعا علشان احنا بنتريد في اوقات معينه، بيتريد يو اس ماركت او بيتريد اليو اس ستوكس، انت بتتريد في نيويورك سيشن، هي دي اكتر حركه بتبقى فيها قويه جدا، او بيبقى اليو اسات ماشيه فيها فولاتيليتي كويسه. طبعا على ال 1 اور انت عندك هنا برضو ده اسمها ايه، فوليوم امبالانس، مهمه جدا تشوفها دي، لان دي طبعا بتاتراكت البرايس بطريقه قويه جدا. فانا دي كده اسمها هنا، دي اسمها فوليوم امبالانس، سوري امبالانس. الخط ده الاسبوع اللي فات، الهاي بتاعت الاسبوع اللي فات، طبعا هنا باين ان هو يعني فيري بولش، او طلع بسرعه جدا، او طلع باجريسيف جدا. طبعا هنا بيتريس او على الفير فاليو جاب دي، فهنشوف اذا كان البرايس از ويلنج ان هو ينزل للفير فاليو جاب دي يريبرايس عندها، وبعد كده يطلع اب او يطلع في اتجاه صعود، او هيستخدمها از انفيرجن فير فاليو جاب. ايه الانفيرجن فير فاليو جاب دي؟ اللي هو الجاب دي ولو البرايس كسرها بيرجع يتريس عندها تاني وعشان يكمل اتجاه نزول. فلو ده حصل السيناريو ده في النيويورك اوبن سيشن في الفير فاليو جاب دي، فغالبا هيستخدمها از ريزيستنت، وبعد كده ينزل يريبرايس في الحته دي او من على الاوردر بلوك. ده كده فيديو سريع عن هاو تو ابروتش، او ازاي تحلل من الويكلي للديلي لل1 اور، وازاي تابروتش الماركت، تعرف اذا كان في اتجاه صعود او في اتجاه هبوط. خلي بالك كل الانسايتس دي لازم تبقى في دماغك وانت فاتح قدام التشارت، عشان تبقى عارف البرايس اكشن او البرايس هيمشي ازاي. لان التحليل اللي على الويكلي وعلى الديلي ده مهم جدا، هو ده اللي بيدرايف البرايس، هو ده اللي عليه البنوك بتبقى لما بتيجي تتريد او بتيجي تخش صفقات بتخشها على التايم فريم بتاع الويكلي وعلى التايم فريم بتاع الديلي. فمهم جدا عشان هو ده اللي يبقى الدايركشن بتاعك، ده الدايركشن في اي صفقه هتخشها، تبقى عارف انت هتخش في اتجاه صعود ولا في اتجاه هبوط. فاتمنى يكون ان الفيديو قصير وخفيف. بشكركم جميعا والى اللقاء.